الصح إن أنا من أول خطوة والبيبي صغنن أنا عودته إن أنا وقت ما بغير له الحفاضة أنا باخده في مكان متداري بعيدا عن إخواته أو بعيدا عن العيلة، ومش أي حد كل شوية يغير للبيبي بتاعك. حاليا في سؤال يا ماما ليلو بيتكرر كتير جدا مع الأمهات، وخصوصا مع الأحداث اللي احنا بنشوفها الفترة دي. والسؤال بصراحة لازم نقف عنده، لأنه بيتكلم عن الأحداث الحالية وإزاي نتعامل مع أولادنا وإزاي نوعي أولادنا عن التحرش من سن كام. هو في البداية كده يعني نبدأ نوعي أولادنا إمتى؟ والتحرش برضو يعني سؤال برضو بيبقى موضوعه صعب شوية لما نيجي نتكلم فيه مع أطفالنا وكده، لأن هو مش سؤال بسيط، لأن هو خوف الأمهات اللي احنا شايفينه ده بيكون في براءة للطفل. البراءة دي إزاي نكلم الطفل البريء ونشرح له ازاي يتعامل، والمسؤولية دي كبيرة جدا علينا كلنا. فخليني اسألك كده قدام كل الأمهات اللي بيسمعونا، امتى وازاي نبدأ نعلم ولادنا يحافظوا على نفسهم من غير خوف؟ هو المفروض نبدأ نوعي أطفالنا من سن كام؟ هو السؤال ده بيتكرر كتير جدا. خليني أقولها بوضوح ومن غير لف. التوعية ما بتستناش سن كبير. أنا من وجهة نظري الشخصية توعية بادئة من أول ما الطفل بيتولد. هلاقي الناس بتعترض ويقول ازاي يعني؟ لا يا جماعة، هو فعلا الصح البيبي من وأنا لسه بغير له الحفاضة بتاعته أنا بس اللي بغيرها له. مساعدات الأقربون مفيش مشكلة، تحت برضو رعايتي. مفيش حاجة اسمها أغير للإخوات قدام بعض، سواء بنت وبنت أو بنت وولد. هو الصح إن أنا من البداية خالص أعودهم إن الجزء ده ملكهم هم بس. الصح إن أنا أأسس من البداية، من أول خطوة. صح جدا. الصح إن أنا من أول خطوة والبيبي صغنن أنا عودته إن أنا وقت ما بغير له الحفاضة أنا باخده في مكان متداري بعيدا عن إخواته أو بعيدا عن العيلة، ومش أي حد كل شوية يغير للبيبي بتاعك. لأ، لو انتي بس تعبانة أو كده في استثناءات شوية للأقربون قوي اللي أثق فيهم فعلا. احنا بقينا في وقت مخيف وفي زمن مرعب، واجبنا ان احنا نحافظ على ولادنا من وهم صغيرين، هم لسه مولودين. واجبنا نحافظ عليهم من الأقربون قبل الناس الغريبة. الأول كنا بنخاف من الغرب بس للأسف ده كان على أيامنا إحنا، في جيلنا إحنا. وطبعا كان في حاجات من دي بس ما كانتش بالبشاعة اللي إحنا بنشوفها في الوقت الحالي. الطفل بقى اللي هو عمره 2.5 3 ده يقدر يفهم المفاهيم الأساسية جدا بتاعته، زي جسمك ملكك، ممنوع منعا باتا أحضن طفلي ولا أبوسه غصب عنه. أنا كأم وكأب كمان وكإخواته كمان، ولا تيتا ولا جدو، محدش أبدا ياخد الطفل حتى لو بهزار بالغصب. أنا بعلمه من وهو صغير أساسيات، ببني شخصيته، ببني تفكيره الصح، ببني تفكيره بوعي. خليني أقول من سن 4 سنين ببدأ توعية واضحة وعملية. من سن 4 سنين نبدأ توعية واضحة وعملية. يعني أنا مثلا عندي 3 حاجات بس أقدر أعلمها لطفلي من سن 2.5 ل3. أسماء أجزاء جسمه الحقيقية الواقعية، ما دلعش الأماكن دي أبدا، ويفهمها بجدية، ومخه يكون واعي لما أسمي الأماكن دي. ده جسمي أنا، وأنا اللي أقول مين يلمسني. ولازم أفهم الطفل معنى اللمسة الحلوة واللمسة المزعجة أو اللمسة الوحشة من غير أي تفاصيل مخيفة. أنا بوعي طفل من غير تخويف، وده أهم بوينت. لازم الأم تبقى مصدر أمان طول الوقت. مهما شفنا كأمهات حاجات مرعبة، ربنا يعافينا كلنا ويقوي الناس اللي مرت بيها الفترة اللي فاتت، ما ينفعش احنا من رعبنا على اللي بنشوفه حوالينا او بنسمعه على السوشيال ميديا نغرس جوا ولادنا الرعب ده. انا عندي مثلا سن من 4 ل6 سنين. السن ده انا بقول ان انا لازم ابدأ فيه توعية بوضوح.
ممنوع حد يلمس المناطق الخاصة، ولو حسيت إنك مش مرتاح ابعد فورا. أدربه إن يروح لحد كبير بيحبه وثقة، وعلمه إن جسمك مش سر، الكلام أهم من السكوت. عندنا سن من 7 ل10 سنين، مفاهيمي معاه لازم أكبرها زي ما سنه بيكبر. لازم يكون في حدود شخصية واضحة لأي حد، الأقارب رقم 1، وبعد كده الناس الغريبة، وبعد كده بند المدرسين، بند الكوتش، جنب كل ما هو ابني بيختلط بيه أو حتى بيختلط من بعيد لبعيد عنه. لازم أفهم ولادي من سن 7 ل10 سنين الفرق بين القرب الطبيعي والقرب اللي مش مريح. ابتدي انفذ ده كده معاه بس بطريقة بسيطة يستوعبها. لازم اعلمه يقول لا، مش عايز، لا مش عايز احضنك، لا مش عايز اسلم عليك، بصوت كل قوة وثبات. واللي يقولك ده ابنك ولا بنتك مش محترم ولا مش متربي، ردي، ما تسكتيش ابدا ولا تسمحي. ابنك من حقه يقول لا للشخص اللي انتي ممكن تكوني شايفة ان هو حد جميل ومحترم. ابنك ممكن يكون بيتعرض لأذى بس لسه مش قادر يوضح او مش قادر يميز ده، فأقل حاجة هو بيعملها عايز يقول لأ، فما تكسريش اللأ جواه. رسالة واضحة وصريحة لكل أم: مفيش حاجة اسمها لسه بدري، في حاجة اسمها معلومات مناسبة لسن الطفل. وكل ما تبدأي بدري بتحمي ولادك أكتر من غير ما تخوفيهم أو تعقديهم. وبكده يا ماما ليلو نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، البودكاست رقم 4 أو الحلقة رقم 4 للبودكاست ورا كل حدوتة ماما ليلو. كلامك النهاردة مش بس توعية، ده درع حماية لكل طفل ولكل أم خايفة ومش عارفة تبدأ منين. يا جماعة، الوعي مش رفاهية والسكوت مش حماية. اسمعوا ولادكم، صدقوهم، وافتكروا إن أقوى خطوة في حماية الطفل إن هو ما يتكسفش إن هو يحكي. شكرا لكل أم وكل أب سمعونا النهاردة، ودمتم دايما أمان لأولادكم. أشوفكم في حلقة جديدة من ورا كل حدوتة ماما ليلو.